أنا مش محتاج حبك، مش محتاجك تفهمني قد إيه أنت بتحبني ومخلص ليا. أنا بس محتاج مدحك ليا واهتمامك بيا. هو ده اللي بتغذى عليه، هو ده اللي بيحسسني إني محور الكون. مش عاوزك تستغرب من قدرتي على تقمص دور الضحية، دي لعبتي. استحوذ على التعاطف وارجع أسيطر عليك من تاني. يمكن أبهرك بشخصيتي، لكن الحقيقة إني شخص فاضي من جوه. ما عنديش هوية ثابتة، براقب اللي حواليا وانقي من شخصياتهم اللي ممكن يعجبك ويخليك تتعلق بيا أكتر. أما الحب فده بقى سلاحي المفضل. هديلك حب، هديلك اهتمام وهدايا، هغرقك فيهم لحد ما تتعود على ده، فابدأ أسحب منك كل ده مرة واحدة، فتتعلق بيا أكتر وتفضل تحت سيطرتي. كده كده انت بالنسبة لي مش إنسان، انت وسيلة أحس بيها إني قوي وعظيم ومحبوب. ولو دورك خلص معايا هرميك بدون أي ذرة ندم. ولو في يوم حد وصفني إني نرجسي مش هنكر ده أبدا، بالعكس أنا هتفق معاه. أصلا أنا شايف إن النرجسية دي مش عيب، دي ميزة بتميزني عن كل اللي حواليا. هعرف نقط ضعفك وهعرف الكلام اللي تحب تسمعه وهستغل ده ضدك. أنا كل حركة عندي محسوبة، ومهما قلتلي إن غلطت في حقك مش هحس بالذنب تجاهك. أنا أصلا ما عنديش قدرة الإحساس بالذنب دي، لكن ممكن أنهار لو اتفضحت قدامك وكشفتني وعرفت ألعيبي. بس عارف، رغم كل الغرور والتعالي ده أنا هش جدا من جوه. ما عنديش أي إحساس بالقيمة الذاتية. كل التمثيل اللي بعمله ده مجرد قناع عشان أخبي ضعفي قدامك. اوعى تفتكر إنك الوحيد في حياتي، أنا أصلا بتغذى على الاهتمام، وده لازم يكون من مصادر كتير عشان لو مصدر اتقطع يكون عندي بدايل. أنا النرجسي